دمك الذي يسري في عروقك قد يكون سببا لحياة شخص أو 2 أو 3 ربما 10، لكن أن ينقذ مليوني شخص من الموت؟ نعم، تستطيع أن تفعلها إذا كنت صاحب الذراع الذهبية جيمس هاريسون، ذلك البطل الخارق الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كونه أشهر متبرع بالدم في تاريخ البشرية. فكيف ولماذا فعل ذلك؟ صاحب الذراع الذهبية قصة جديدة على جوك، لكن قبل أن تشاهدها لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. في عام 1953، أي قبل نحو 72 عاما، خضع الأسترالي جيمس هاريسون صاحب 14 عاما لتدخل جراحي شديد الخطر على مستوى الصدر تطلب حصوله على 13 لترا من دماء متبرعين. ومع نجاح العملية واستعادته وعيه، قضى هاريسون 3 أشهر كاملة بالمستشفى أدرك خلالها دور دم المتبرعين في إنقاذ حياته، وحينها قرر رد الجميل ووعد بالتبرع بدمه دوريا حال بلوغه 18 عاما، أي السن القانونية للتبرع. وحينما بدأ الشاب هاريسون التبرع بدمه، اكتشف المفاجأة التي غيرت مسار حياته وكتبت اسمه بأحرف من نور في تاريخ البشرية. فماذا حدث؟ في عام 1954 بدأ جيمس هاريسون في تنفيذ وعده، لكن بعد عمليات عدة للتبرع اكتشف الأطباء أمرا نادرا من نوعه، وهو احتواء دمه على العنصر المضاد أنتي-D. هذا العنصر أساسي لحدوث التوافق بين دم الأم وجنينها داخل الرحم، في الحالة التي تكون فيها فصيلة دم الأم موجبة وفصيلة دم الجنين سالبة أو العكس. وبسبب ذلك صنف دم هاريسون بالنادر والمميز، فحصل على تأمين لحياته بلغت قيمته $1,000,000، ولقب بالرجل ذي الذراع الذهبية. أسهم دم هاريسون في إحداث ثورة علمية، فقادت البحوث التي أجريت عليه لتطوير جلوبيولين مناعي لتجنب داء انحلال الدم في الجنين والأطفال حديثي الولادة. وبفضل البلازما التي تبرع بها هاريسون، طور الباحثون دواء يحتوي كميات كبيرة من المضاد دي للنساء الحوامل لإنهاء معاناتهن مع داء ريسوس، الذي يعد أبرز أنواع الأمراض الانحلالية لدى حديثي الولادة. رجل آخر غير هاريسون ما كان ليجعل من ذراعه مرتعا لإبر الحقن على مدار أكثر من 70 عاما، لكنه ظل وفيا لوعده طول تلك السنوات، وكان يتبرع كل أسبوعين بالبلازما. الرئيس التنفيذي للصليب الأحمر ستيفن كورنيلسون قال: فرد جيمس ذراعه لمساعدة الآخرين والأطفال الذين لم يعرفهم أبدا 1173 مرة، ولم يتوقع شيئا في المقابل. أما ابنته تريسي فقالت عن والدها: كان إنسانا في قلبه وفخورا للغاية لأنه أنقذ عددا من الأرواح دون أي تكلفة أو ألم. ظل هاريسون مواظبا على التبرع بدمه كل أسبوعين حتى بلغ 81 عاما، وهو الحد الأعلى لسن التبرع بالدم في استراليا. وفي 3 من مارس عام 2025 أعلن الصليب الأحمر الاسترالي وفاة أشهر متبرع بالدم جيمس هاريسون عن عمر ناهز 88 عاما. مات هاريسون خلال نومه في دار لرعاية المسنين شمال سيدني في 17 من فبراير وفقا للبيان. كم كان سعيدا بإنقاذه حياة أكثر من 2,000,000 طفل. كم كان سعيدا بإنقاذه حياة أكثر من 2,000,000 طفل. إنه نموذج للإنسانية بحق. وأنت عزيزي المشاهد، أخبرني، لو كنت مكان هاريسون هل تفعل الشيء نفسه وتتبرع بالدم طول تلك السنوات؟ اكتب لنا في التعليقات. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة تشجيعا منك لتقديم مزيد من القصص الملهمة. وإلى لقاء قريب مع جوك، حيث المعرفة متعة.